هقولك على سر. عارف توفر طاقتك ازاي؟ انه مش كل معركة ندخلها، يعني مش كل كلام بيتقال بنرد عليه. مش دايما الكلام اللي بيتقال لنا بيبقى محتاج رد. احيانا بيحتاج فهم، واحيانا بيحتاج تسمعه من هنا وتخرجه من هنا. بالظبط، هقولك 10 نصايح يخلوك تريح دماغك الى الابد. ايوه، انا مش بأفور، الى الابد هتريح دماغك إلى الأبد. أول نصيحة لازم تعملها إنه مش كل الجدال لازم تكسبه. أحياناً بتبقى عايز تكسب قلوب الناس اللي قدامك، فمش دايماً لازم تثبت نظريتك. طب لنفرض إن في واحد دماغه مقفلة بسوبر جلو، خلاص ما تسيبه. هو يمكن شايف الموضوع من وجهة نظره، يمكن هو شايفه من زاوية تانية، ويمكن هو الموضوع صعب معاه. ففي الأول وفي الآخر مش لازم تقنع كل الناس بوجهات نظرك، لأن اللي مناسبني غير اللي مناسبك. فمش صح دايماً إنك لازم تدخل نقاش وتبقى أنت اللي صح. أحياناً بيبقى الموضوع ليه 9 زوايا وكلنا شايفينه من اتجاهنا الصح برضه، فمهما تقولي مش هيحصل جديد. فوفر طاقتك. تاني حاجة توفر بيها طاقتك إنك مش لازم تثبت للناس أنت صح أو إن أنت غلط. في ناس مهما عملت معاهم كويس هم هيفضلوا شايفينك إنك حد مش كويس. الصح هنا إيه؟ الصح إنك تعمل الكويس من وجهة نظرك وما تستنيش هم هيقولوا إيه، هيشوفوك إزاي. في ناس لو دبحت نفسك عشانهم هم هيشوفوك برضو قليل ومش هيعرفوا قيمتك. هي دي الطبيعة البشرية اللي أنا عايزة أفهمها لك. الصح هنا إنك دايماً تعمل الكويس من وجهة نظرك وما تركزش مين شايفك إزاي. واللي عايز ياخد عنك فكرة ياخدها كاملة ويبروزها كمان. في الأول وفي الآخر كلامهم ده مش هيتحط في السي في بتاعتك، اللي هيتحط في السي في بتاعتك هي أفعالك أنت، الحاجات اللي بتشتغل بيها على نفسك والصح والغلط اللي أنت بتعمله، مش كلامهم ولا رأيهم. على فكرة بقى هم مش مهمين أصلا. الحاجة التالتة اللي أنت محتاج تفهمها، أنا بس في حاجة عايزة أشرحها لك. أنت لا مطالب تغير وجهة نظر الناس ولا حتى مطالب إنك تراقبهم وتصحح أفعالهم. الصح إنك تخليك في نفسك. خليك في نفسك شوية، لا تراقبهم ولا تراقب أفعالهم ولا حتى تستنى منهم نتائج. أنت لما بتراقبهم فأنت بتعمل الغلط في نفسك مش فيهم. في الأول وفي الآخر أنت الحد الوحيد اللي غلطان. والصح مش إنك تراقب الناس وتحاول توقعهم في فخ الغلط. الصح إنك تحاول تركز على نفسك، ولو في نصيحة طيبة تقدمها لحد قدمها له، بس ما تستناش إنه لازم يعملها. يعني الموضوع مش معركة، الموضوع إحنا كلنا بنحاول نقف جنب بعض، مش بنحاول نمسك أخطاء على بعض. إحنا اتربينا طبعاً على إن السكوت علامة الرضا، وإنك لو سكت يبقى ما عندكش رد، تبقى أنت ضعيف. ما هو ما عرفش يرد عليا، ده أنا وصلته إنه ما عرفش يتكلم معايا أصلاً. كسرت عينه على فكرة، أنا كسرت عينه. مش دايماً بيكون لازم ترد، وإنك لو ما ردتش هتبقى ضعيف. أحياناً بيبقى مش لازم ترد، أحياناً بيبقى مش لازم تتكلم. خليك هادي ورزين، مش كل حاجة لازم نقعد نحرق في دمنا مع الناس ونضايقهم. أحياناً بيبقى كل اللي أنت مطالب بيه إنك تقعد في مكان ويبقى حضورك هادي، وإنه الناس ما تبقاش قاعدة حاسة إن أنت مراقبها طول الوقت. مش لازم نحسس بعض إن إحنا حمل على بعض ولا ضغط. أحب أقولك إنه من الحاجات اللي الناس بتعملها فيك إن هي بتجرجرك في النقاش. يعني ممكن تبقى قاعد ساكت خالص ويقولك طب على فكرة بقى أنت كل اللي أنت قلته ده غلط. فحضرتك طب إحنا هنعمل إيه لو طلع صح؟ يعني ما خلاص غلط، أنت كده تمام وإحنا تمام. مش دايما لازم تشغل بالك بكل حاجة. حاول تفضيلي مساحة شوية في دماغك عشان في حاجات كتير عايزة أقولها لك. في حاجة كمان عايزة أقولها لك، حضرتك مش إينشتاين، يعني مش لازم تكون نظريتك هي اللي بتدرس حاليا. يعني مش كل كلمة لازم تقولها لنا فحضرتك إحنا كلنا لازم ناخدها إن هو ده العلم اللي يدرس وهو ده اللي إحنا هنطبقه في حياتنا العلمية والعملية. حضرتك أنت مش لازم كل حاجة تقولها، في حاجات لازم تسيب الناس تعملها. يعني زي ما أنت جربت، حضرتك سيبنا جرب والنبي، أبوس إيدك. ومحدش طلب منك إنك تعلم كل الناس اللي حواليك، مجرد بنقول نصيحة.
والناس يا إما خدت ده في الاعتبار يا إما ما خدتهوش أصلاً. فخليك في نفسك، ومش كل الناس بتعتذر، فهمني؟ مش كل الناس هتعتذر. في ناس ما بتعتذرش أصلاً، ما عندهاش ثقافة الاعتذار. يعني مش لازم يكون في حاجة هو عملها غلط فتقول له هي غلط وبعدين يقعد يقاوح معاك فيجي لازم يعتذر لك لما يكتشف إنه غلط. لا خلاص، هو ما بيعتذرش. فحكاية إن الناس بتستنى إنه الناس تيجي تتأسف لها دي حكاية مجهدة جدا. أنت على فكرة بتاخد من باور نفسك ومن باور حياتك ومن باور شغلك. ركز على نفسك، ركز إنك تشتغل على نفسك، واللي ضايقك في حاجة مسيرك في يوم من الأيام ربنا يردها لك بس بطريقة حلوة. يمكن يردها لك في رزق حلو، يمكن يردها لك في كلمة حلوة، يمكن يردها لك في بني آدمين كويسين يدخلوا حياتك يدعموك ويشتركوا معاك في كل هواياتك. ما تبقاش كده، ما تبقاش قفوش، خليك مرن. حاجة من الحاجات اللي محتاجين نعملها نتكلم على قد عقول الناس اللي حوالينا. يعني واحنا بنتكلم مع بيبي صغير غير واحنا بنتكلم مع دكتور غير واحنا بنتكلم مع واحد أصلاً تجاربه في الحياة كانت قليلة. فنحاول نراعي مشاعر الناس. يعني حضرتك مش لازم تقعد تشرح لي علم الإحصاء وأنا حضرتك ما درستش كل الكلام ده. فنحاول ننزل بدماغنا للناس اللي حوالينا ونحاول إن احنا على قد ما نقدر نشترك ونشاركهم بس بطريقة تناسبنا وتناسبهم. مش كل حاجة ضغط، على فكرة الحياة ضاغطة فوق ما انت متخيل. فنحاول إن احنا ما نكونش ضاغطين على بعض كمان. حاول إنك تكون أهدى من كده، حاول إنك تكون إيجابي مع الناس اللي حواليك. حاول إنك لما تيجي تقعد مع الناس وتيجي تديهم نصيحة يسمعوك وهم عاملين كده، يحسوا إن أنت بتقول لهم كلام هيفرق في متاريخ حياتهم. وده على فكرة أنت وشطارتك. في النهاية أنا كل اللي عايزاه منك إنك تكون هادي ورايق عشان تعرف تشتغل على نفسك وتعرف تحب نفسك وتعرف تتواصل مع نفسك. وكل ما كان الحديث بينك وبين الناس اللي حواليك هادي ومريح، كل ما انت كنت مرتاح في أجواء الناس اللي حواليك، كل ما انت ما تحسش ان انت مضغوط وانت وسط ناس. بالعكس، هتلاقي نفسك حابب تبقى موجود في وسط الناس، والناس كمان حابة تبقى موجود. اعملي لايك وشير وكتير، كتير، وبس كده. باي باي.